السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم. النهاردة أنا بعتذر طبعا لحضراتكم. السوق اشتغل امبارح. سوق بالقاس اشتغل امبارح حوالي الساعة 8 بالليل، والإضاءة كانت ضعيفة، لكن أنا كنت مصور البهايم على المربط. فالحمد لله أنا جبت لكم البهايم دي اتباعت في السوق، لأن التصوير كان ضعيف جدا يعني. فالبهايم دي اتباعت امبارح في السوق، النهاردة في سوق بالقاس. فانا جبت برضو لحضراتكم زي ما وعدتكم دايما ان كل يوم سبت انا بجيب لكم التقرير. فطبعا الاضاءة واضحة، فانا جبت لحضراتكم البهايم دي كانت موجودة النهاردة وبنصورها من على المربط. فانا جبتها لكم ازاي اتباعت في السوق النهاردة. فيا رب ان شاء الله ان ننال اعجابكم، لان السوق عاد بيشتغل بالليل، لكن المرة الجاية ان شاء الله احتمال يشتغل بالنهار يعني. السوق امبارح اشتغل حوالي الساعة 7:30 8 بالمغرب بالليل. فان شاء الله باذن الله احنا عشان نوفيكم بالوعد، فاحنا دايما بنجيب لكم تقرير من سوق بالقاس. البهايم دي اتباعت في السوق بالاسعار اللي قدامكم دي. السوق امبارح كان فيه حركه كويسه جدا. العجول اللحم العجول الصغيره كان فيها حركه، وزي ما حضراتكم هتشوفوا العجل النظيف بيتباع بقى وشراء حلو خالص. البهايم عامة البهيمة الآنية البقرة الوالدة، أنا جبت لكم تقرير عن بهايم كانت في السوق عشاير، وبهايم فرد، وعزب لحم. السوق الحمد لله يعني التقرير إن شاء الله أنا عامله شامل بإذن الله. يعني أنا جايب لكم كده، ده كلهم اتباعوا في السوق بالكلام ده. فربنا يرزق الجميع إن شاء الله ويبارك. ما تنسوناش بقى دايما بالدعم. نرجو من حضراتكم ما تنسوناش بالدعم بعد إذن حضراتكم، عشان الفيديوهات تصل لأكبر عدد ممكن من الناس، يعني عشان تشجعونا إن احنا نكمل بإذن الله. لو في أي حاجة أو أي تعليق يا ريت يعني تكملوه يعني. اللي قدامكم دي فردة بقر اتباعت ب15,000 في السوق. فردة بقر فيها كسر 6 سنات، فيها 10 كيلو لبن في اليوم. 10 كيلو لبن في اليوم. الفردة التانية الأولانية عشر ولبن، دي برضو اتباعت ب16,000. العزبة الجاموس دي اتباعت ب12,000 جنيه. العزبة الجاموس دي اتباعت ب12,000 جنيه في السوق. أنا طبعا الصورة هنا أوضح من البيع والشراء في السوق صراحة يعني. فأنا اضطريت لأن التصوير كان عتمة جدا وما صدقش معايا، فأنا اتأخرت على حضراتكم في التقرير. العجلة البار اتباعت ب92,100. عجلة البار دي ب92,100، 9,200 جنيه. احنا نتمنى ان ايه اللي عجلة اللي عزبة البقر دي برضو اللي صوتها جاية ديتي، دي لحم كان فيها لبن قليل، اتباعت ب12,500 في طريق العلف او للذبح، بس في العلف يعني اكتر يعني. ده تقرير نرجو من حضراتكم ان انتوا تدعمونا. اه تقرير مصغر، وان شاء الله باذن الله هنوفيكم بتقرير من سوق العصافرة ان شاء الله باذن الله القادم. الاضاءة زي ما انتم شايفين كده ما كانتش موضحة. العجل ده على المربط ده كانت افضل صورة، فانا جبتها. ده كانت من قلب السوق يعني، فانا اضطريت ان انا احطها لان دي اوضح صورة يعني بالنسبة للبهائم اللي كانت موجودة. العجل ده اتباع ب 9,000 جنيه. الصورة ظلماه.